مرحبا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب. في فيديو اليوم راح أشارك وياكم روتين شتوي، روتين يوم شتوي. واليوم اللي كنت أصور بيه كان يوم ممطر جدا بالمطرة القوية. المهم، راح نكمل روتيننا مع بعض، وأني أطبخ وأكمل الروتين. راح أحكي لكم مثل ما وعدتكم إن بين فترة وفترة أسوي فقرة وهي قصة مثل نحكيها بالفيديو ونشوف منين إجا هذا المثل. واليوم راح أحكي لكم عن قصة إحنا دافنين سوا. قبل لا نحكي بالفيديو، بما أني شفت الجو مطر، قبل يجي ببالي تمن الماش، أحبه بوقت المطر، فقررت إني أسوي سوب مال لحم، يعني تشريبه، وراح أسوي تمن ماش. فالخطوات كلها بسيطة وسهلة ومبينة قدامكم بالفيديو، ما يحتاج أحكي بيها، فراح أسولف لكم على قصة المثل وأني أطبخ. المهم حبايب، نرجع لقصتنا. قصة مثل إحنا دافنين سوا كان يعود عن قصة شخصين كان لديهم حمار، وهذا الحمار يعني كانوا يعتمدون عليه بكل شيء، بحمل الأثقال، كان يقضي مشاويرهم اليومية، فيعني حبوه كلش، كأنما صار أخوهم الثالث، وطلقوا عليه اسم أبو الصبر. سموه الحمار وانتو بكرامة أبو الصبر. وظلوا ينامون بنفس المكان، ياكلون سوا، يعني كل يوم هم يقضونه سوا. في يوم من الأيام وهم مسافرين بالصحراء، سقط الحمار ومات، وحزنوا عليه هذول الشخصين، الإخوان حزنوا عليه كلش، يعني حزن شديد. فدفنوه، سووا له قبر ودفنوه كأنما دفنوا شخص، وقعدوا يبكون على قبره. وكان الناس المارة منو يمر يشوفهم يبكون يعني على هذا القبر، يوقف ويسألهم، يوقف ويسألهم من الشخص اللي مات، فيجابونه أبو الصبر. كان يقضي مشاويرنا، كان يقرب البعيد، كان يحمل الأثقال، يحجون عنه للناس. فالناس فكرت إن هذا كان شيخ أو عبد صالح، فظلوا يتبرعون لهم للفلوس. بنوا خيمة على قبر هذا الحمار، ذولي الشخصين. ظلت الناس تجي تزور هذا قبر الحمار في بالها يعني، وبتفكيرها إنه هو هذا قبر شيخ أو قبر يعني عبد صالح كان. والأخوان سكتوا وما حكوا للناس أي شي، طمعا بالفلوس. فظلوا الناس يجون يتبرعون حتى استغنوا ذولي الأخوان. يوم من الأيام اختلفوا عن قسمة الفلوس، اختلفوا بيناتهم عن قسمة الفلوس. فواحد من هاي الشخصين قال له راح أشكيك للشيخ الصالح، وهو يأشر على القبر، أن ينتقم من عندك. فرد عليه أخوه قال له يا شيخ يا صالح يا أخي، إحنا دافنين سوا. فإجت مثل هاي القصة، وصار مثل شعبي متداول بين الناس، إحنا دافنين سوا، لأن هو كان ما حد يدري إنه هو هذا قبر حمار، أكرمكم الله. والناس يعني من فطرتها أو من السذاجة كانت تجي وتزوره وتتبرع بالفلوس، كأنما في بالها إنه هذا مزار شيخ. ولهنا خلصت قصة مثل لهذا اليوم. إن شاء الله عجبتكم، وإن شاء الله بفيديو ثاني نحكي غير قصة. وهذا كان غدانا، الحمد لله والشكر رب العالمين على كل نعمة، يا رب ربي يدومها إن شاء الله. ونرجع يا حبايب نكمل روتيننا. هنا عندي هاي زرعة عصا موسى، أطراف أوراقها صارت كل الصفرة، يعني ما أعرف ليش، مثل اللي ذبلت أو ماتت، فصارت كل الصفرة. وكانت أكو صفحة بالإنستغرام مالت مشتل راسلتهم وقالوا الأفضل يعني إن تقصيهم. فهنا جربت إني أقص أطراف الأوراق التعبانة كلها، وبدلت الماي مالتها وغسلتها وراح أرجعهن بيهن. فما أعرف منو عدها من هاي الزرعة، أو بالأحرى بصراحة هو ما جاي يخلى بيت، ماكو بيت يخلى من عدها، خاصة بهالفترة يعني هواي أشوف بيها بيوت
هواي أشوف بيها بيوت، هواي أشوف بيوت بيها عصاموسة. المهم، فحبيباتي اللي عندها وحدة وتعرف شلون تعتني بيها وما تذبل أوراقها أو ما يصير بيها هذا الصفار اللي صاير مثل مالتي، يا ريت تكتبلي بالتعليقات. وهسه بهذا الجزء من روتيننا راح نسوي طرش أحمر. بس حابة أقولكم شي، الطرش الأحمر أنا أسويه بدون حموضة زايدة، لأن أنا أريد أستفاد من عنده. أنا ما أريد فقط طرش حامض، أنا أريد أستفاد من فائدة الشوندر اللي هو الشمندر، أكل بعض يسمونه. فأني أول شي خليت لهانة حمرة، وخليت شوندر، وخليت قرنابيط، وسلقتهم فقط بماي، فقط بماي، ونص سلق مو سلق كامل. بعد ما راح يكمل راح ويبرد شوي، يعني شوي طفيته. بعد ما راح يبرد راح أخليه بشيشة زجاجية، وأضيف عليه شوي ثوم على مود ينطيه طعم، وراح أضيف شوي ملح وشوي لمندوزي، فقط شوية أني أضيف. ويوميا أخذ من عنده بطاسة وآكل من عنده، يعني أنا أريد أحصل على الفائدة أكثر من ما هو طعم وطرشي. يعني مثل أنا ما أحبه مني يسوونه بالشكر أبد ما آكله. المهم، فهنا بعد ما كملت خليته بهاي الشيشة الكبيرة، خليته هنا شوي بس ملح وثوم ولمندوزي. زاد عندي شوية فخليته هنا بشيشة صغيرة، شيشة نوتيلا، فخليت عليه ملح وثوم، وراح أضيف عليه خل. هذا راح أسويه طرشي حامض كلش. هاي هنا ضفت عليه خل بدل الماي. طبعا الطرشي ماكو إلى طريقة ثابتة، ماكو إلى طريقة صحيحة وطريقة غلط. شنو عندش مواد تخليها تصير طرشي، شنو تحبين تضيفين عليه يصير طرشي، بأي طريقة انت مرتاحة عليه وعاجبتك تسوينها يطلع طرشي. وهنا حبايب راح أسوي هسه شوربة، بعد كنا شتي وجو مطر، فريد شي يدفي، فراح أسوي شوربة عدس. هنا أكيد أول شي أني سارقة العدس، ضفت بصل وزيت وشوي من يتكرمل البصل، ضفت عليه شوي جزر برشته وضفته، وراح أضيف العدس وضفت ثوم وضفت نومي بصرة. وهنا راح أخلي عليها شوي بهارات مشكلة وشوي كركم وشوي فلفل أسود، وراح أخلط البهارات ويا العدس كله زين، وراح أضيف الشعرية وأتركها شوي تحمس يعني وهي على النار، وبعدين أضيف الماي. وهنا ضفت الماي وخلطت كل المواد سوا، وراح أتركها تستوي على راحتها. طبعا الثخن والخفة براحتكم، تحبوها ثخينة تخلونها زيادة وتحبوها خفيفة شوي وطفوها. وراح أسوي همات كرات البطاطا بالجبن اللي هي البوتيتا نسميها. فهاي البوتيتا سالقتها ومكملتها كلش، وهذا الجبن وهذا البقسم، وهاي بيضة ضايفة عليها فلفل أسود وملح وخلطتها. طبعا هاي النقطة السوداء اللي بالبيض هاي مو مالت البيض، هاي من الفلفل الأسود. هنا هسه راح أضيف على البوتيتا ملح وبهارات ونشا وأعجنها. أما تعجنوها بيدكم إذا كلش مستوية، أو تخلوها بمحضرة الطعام عادي. أنا راح أخلطها على السريع بمحضرة الطعام وارجع لكم. هنا ضفت عليها تقريبا خاشوقتين نشا وخلطتها، وهذا شار وهذا صار شكلها كأنما عجينة، شلون عجينة الكبة أو عجينة الفطاير. فراح أبقى أخذ من عندها شوي شوي حسب حجم الكرة اللي انتو تريدوها، وأضيف بيها جبن وأكورها وأقطها أو ألوثها أول مرة بالبيض، وبعدين أضيفها بالبقسم وأخليها على نايلون حتى ما تلزق
بالصحن أو بالصينية اللي احنا مخليها بيها لحد ما يصير وقت القلي. وهنا حبايب بعد ما صبيت عشاء سويت صحن زلاطة وقليت كرات البطاطا قدامكم، وهاي الشوربة مالتنا استوت هما. هذا كان عشاني لهذا اليوم. أتمنى استفاديتم من الفيديو ولو بشي بسيط. لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد. أشوفكم بخير وفي فيديو ثاني. باي باي.